صباح الخير او مساء الخير على حسب انتوا بتسمعونا امتى. البودكاست ده للناس المهتمه تبدا في مجال الفريلانسنج والجرافيك ديزاين وتعرف عنهم اكتر، او الناس اللي اوريدي بدات ولسه محتاجه دعم علشان تحقق اهدافها. انا ادهم كرم وده ديزاين كاست. قبل ما نبدا خلوني اشارككم ان الفيسبوك بيج بتاعتنا عدت ال 7000 فولور، واليوتيوب تشانل عدت ال 2000 سبسكرايبر. فلو انت مش عامل لنا فولو سبسكرايب روح اعمل لنا فولو سبسكرايب علشان بننزل حاجات حلوه هناك. ضيف النهارده هو ستاند اب كوميدي وكوبي رايتر وشغال في شركه سينرجي فيلم، ومن اشطر الناس اللي شفتهم في الحقيقه واتعاملت معاهم وحقيقي بتعلم وبستفاد منه كتير. ضيف النهارده هو بدر نور. ازيك يا بدر؟ ايه الاخبار؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام يا ادم. زي الفل. انا مبسوط ان انا معاك النهارده. ربنا يخليك والله. والله بجد يعني انا مبسوط اكتر حقيقي. والله مش عايز بس ابقى رغاي كده من الاول، بس ادهم واحد من اهم اعمده بودكاست اشتري مني، والله بجد. يعني انا مدين له بكتير بجد. يعني واحد لولاه ما كانش فيه اصلا الطفره اللي حصلت في الفيجوال بتاع اشتري مني. ف ما عايز احييك والله. ما بعرفش ارضك. انا عارف من حكم خبرتي. نحاول نعدي لحد حكم خبرتي معاك انك ما بتعرفش ترد على الكلام. ما بعرفش اتكلم يعني. لا تقولش كده. يلا انت كنت عايزني في ايه بقى؟ ناديه لي عايزني في ايه؟ زي الفل. كنا عايزينك في ايه؟ عايزينك تقول لنا ازاي الفريلانسر يبقى زي بدر اختصارا. بص، ما هو بدر نفسه مش مثال يحتذى به. تبقى فاهم يعني. بس انا اقول لك يعني انا شايف. طب قول لي السؤال الاول عرفنا بنفسك، والناس اللي ما تعرفش مين بدر قول لنا كده نبذه سريعه. انا بدر نور، بودكاستر في بودكاست اشتري مني. بقولها الاول، هي اجدد حاجه المفروض، وهي المفروض ابسط الحاجات اللي بعملها، بس بقولها الاول لان انا بعتز بالمشروع ده جدا، وشايف ان هو من اكتر الحاجات اللي بتسبب لي سعاده في حياتي، لان انا عملت حاجات كتير جدا الحمد لله بشهاده كل الناس كويسه. اشتغلت في اكبر شركات الانتاج في مصر، في يعني في مجالي اللي هو الكتابه بس سيظل بودكاست اشتري مني هقوله في الاول قبل اي مهنه بعملها. وانا ستاند اب كوميديان، بعمل ستاند اب كوميدي من 2013 اكشلي يعني. ايه تاني؟ بكتب، شغال في سينرجي فيلم. كتبت برامج معروفة وبرامج مش معروفة. ايه تاني؟ بس وشغال في الادفرتايزنج دلوقتي في شركة اعلانات. عارف انت لما حد يبقى بيتكلم كده على الحاجه اللي بتحبها فتحس ان عينه لمعت كده. انا بحب اقول الحوار ده بجد. يعني ساعات بخلي ناس في البودكاست عندي ان هم يقعدوا بقى يتكلموا وبتاع، عشان الحته دي جامده قوي. فاهم فكره ان انت شايف حد كده بيتكلم عن الحاجه اللي بيحبها، حاجه جامده قوي. فيعني عايش. برافو. شكرا. انا بحب البودكاست جدا يعني جدا. واحنا كمان والله بنحبه. لا عموما مش البودكاست بتاعي. عموما يعني بحب البودكاستنج عموما يعني. ربنا يخليك والله. خد على نفسي. اي ما انت واحد من ضمن اهم الصناع في القصه يعني. طيب السؤال بقى اللي كان موجود انه ازاي الفريلانسر يبقى جامد، او اللي هو يبقى مختلف عن الناس اللي موجوده. فاهم يعني دايما اي ماركت بشكل عام هتخشه هتلاقي فيه الناس اللي هي العاديه، او اللي هو اللي كلهم بيلعبوا في رينج واحد، وفي لا ناس كده طفره هم في حته تانية. فاهم هم مش شاغلهم الناس بقى العاديه دي. فازاي الواحد يوصل للمرحله دي؟ انا هقول لك على التجربه اللي انا مريت بيها. انا كنت افشل فريلانسر في العالم. اوكي. انا دلوقتي ثالث افشل فريلانسر في العالم، بس الحمد لله نزلت مركزين، تقدمت مركزين. يعني النزول فيها تقدمت مركزين. يعني الفكره ان انا كان عندي مشكله كبيره جدا يا جماعه، والله العظيم كنت بتكسف اطلب الفلوس اللي انا اشتغلت بيها. انت فاهم حاجه؟ يعني انا اصلا كنت بتكسف من الاول خالص اقول انا شغلي ده بكذا. كنت بتكسف، وده كان عامل لي مشاكل. حد ما اعرفوش، يعني حد بيكلمني ما اعرفوش بيقول لي طب هنعمل كذا وكذا وكذا، طب ده كده هيكلفنا كام؟
كنت اقول له لا عادي من غير اي حاجه. ظبط انت من غير اي حاجه، انت مش قريبي وما اعرفوش، مش اخويا يعني، حتى لو قريب هاخد منه فلوس يعني، انت مش اخويا، انت ما بتتكلمش عن شركتي دي بتاعتك، ده شركتك انت. كنت قاعد اقول له لا خلاص سيبك من موضوع الفلوس ده خالص وبتاع. لازمتها ايه لما كبرت بقى؟ دي شركتنا لازمتها ايه اصلا سيبك من موضوع الفلوس ده خالص. بعد كده بقيت اطلب واتكسف اطلب بقى لما الشغل يخلص وما يدينيش الفلوس، ما احسش حتى ان انا ناقص حاجه، ان في حاجه غلط. يعني ما احسش ان خلاص هو ما حاسبنيش، ما حاسبنيش فخلاص بقى ما حاسبنيش والله العظيم بجد. لا وعلى فكره مهما الكلام اللي هيتقال لك بتاع لا وانت لازم تبقى ناصح ولازم تطالب بحقك ولازم ولازم ولازم، والله العظيم بلح. انا ما اتعلمتش غير لما لقيت نفسي بشتغل ومش لاقي اكل. والله العظيم مش بهزر، بشتغل كتير جدا ومعيش هدوم، معيش فلوس اجيب هدوم مثلا. فقلت لقيت نفسي ان انا عايز اشتغل بقى زياده، لقيت نفسي مفيش وقت، انا بشتغل طول الوقت ومعيش فلوس لاني بتكسف اطلب من الناس وبتكسف اقول السعر المناسب او الحقيقي للسيرفيس اللي انا بعملها. يعني كان الناس كانت واخداني بتجيب لي شغل كتير جدا لان انا كنت بقول اسعار زهيده، اسعار والله العظيم يعني ما تجيش حق المواصلات لو المكان جنب البيت، فاهم حاجه؟ فقلت لا خلاص. قعدت مع حد قال لي يا ابني طب ما تشوف شغل تاني وبتاع، قلت له ما عنديش وقت. قال لي ما بتعمل ايه ما عندكش؟ قلت له شغال. قال لي يعني شغال المده دي كلها وما معكش فلوس؟ قلت له ما هو الناس ما بتدفعش. قال لي ما تدفعش الناس، انت ما بتاخدش ليه؟ فبجد انت مش او بالنسبه لي انا يعني من وجهه نظري مش هتتقرص غير لما تلاقي نفسك اتدبست، يعني في حاجه غلط بتحصل. فاتمنى ما تعملوش زيي طالبوا بفلوسكم، لان انت اللي انت اتعلمته ده اتعلمته بعد ما طلع عينك وشقيت وسهرت واتعلمت وخدت كورسات واتدربت كتير واتقالك انت شغلك وحش، واتطعنت في موهبتك واتطعنت في شغلك. كل ده مقابل، يعني كل ده حاجات انت دفعتها علشان تبقى حد بيعمل شغل شاطر. فما تتكسفش. لو شغال حتى فول تايمر وجي معاد الانوال ريز بتاعك، اطلبه علشان انت بقالك سنة في الشغل، انت لو وحش كانوا مشوك. يعني اطلبه علشان ولو مش عاجبه خلاص يغور، لو صاحب الشغل مش عاجبه يغور بجد والله بقولها، يعني حتى لو انا كنت صاحب شغل كنت هقول نفس الكلمة. صاحب الشغل يغور ما دام انت هتحلبني، انت مقعدني عندك تحلبني. وانا بقالي سنة والمفروض ازيد لان انت شغلك بيزيد. ليه شغلك بيزيد؟ لان انا لسه قاعد، لان انا لو ما بزود لك شغلك كان زماني كان زمانك مشيتني. ما فيش شركة هتقعد واحد 12 شهر تديله مرتب 12 مرة وهو ما بينتجش، مستحيل. فلا نطلب احنا يا جماعة معلش عايزين نبطل مقولة انا مش بشتغل عشان الفلوس. ما هو انت لو مش بتشتغل عشان الفلوس هتبقى مصيبة سودة. يعني انت كده مش جامد، انت كده مش كول، انت يعني العبد، انت مش فنان يعني. يعني العبيد زمان الرقيق كانوا بيشتغلوا بمقابل، تخيل يعني كانوا بياخدوا اكل ولبس بياكلوا على الاقل، الاكل ده بيتكلف فلوس برضو. يعني كانوا شغالين بلقمتهم على الاقل، انت لا بتشتغل ولا الشركه بتجيب لك وجبات ولا ما اشتغلش عشان فلوس. مش قصه فلوس، امال قصه ايه بجد والله العظيم؟ قصه ايه؟ عايز تسمع كلام حلو، عايز اهتمام، تسمع برافو. ايه ده؟ لا بنشتغل يا جماعه السبب الاول وبس فيك من نغمه تحقيق الذات، واحنا بنشتغل عشان نعمل كارير. انا بشتغل عشان نعمل فلوس، هو ده السبب يا عم. ده الجنه اللي ربنا عملها لك مطلوب فيها مقابل. أيوة. مطلوب فيها انك تستغنى عن الحاجات الحلوه اللي في الدنيا والرفاهيات وتتعبد لربنا. الجنه ليها مقابل. اوكي. يعني اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قادر يديها لك من غير مقابل، ولكن عايز يعلمك ان كل حاجه ليها مقابل. فيا جماعه الشغل عشان الفلوس. كنت في اخر توك بقدمه اللي هو كان في مكان يعني في الأقصر. ففي بنت ساعتني بتقول لي انا بحرج برضه اطلب وبتاع. طب بصي انا كنت كده
لحد ما برضه وصلت لحته زي ما انت بتقول عليها كده. بس انا كنتش بطلب عشان انا كنت اللي هو اصلا بلعب، اصلا لسه بجرب وبلعب وبتاع الكلام ده وانا في ثالثه ثانوي كده في الفتره دي. فانا لسه بجرب وبلعب وبتاع لحد ما خلاص بدات اخده كشغل. فلا ما انا بشتغل عايز فلوس يعني بالظبط عايز اصرف. فشو مي ذا ماني يعني بالظبط اشو يو ماي ورك فاهم. مش هتشو مي ذا ماني مش هشتغل مش يعني. هوريك اشتغل ليه حته يعني؟ من كتفي حتى. عظيم جدا. اتمنى الشغل اللي انا بعته لك امبارح تعمله وانت بتلعب، ما تطلبش مني فلوس عشان اللي انا بلعب وبجرب. اديني واحده لعب وتجربه. كنت بلعب. عارف انت النكته السخيفه بتاعت زمان لما واحد وقف تاكسي، فالتاكسي وقف قدام شويه ورجع له قال له معلش هو انت الشويه اللي رجعتهم لي دول هتحاسبني عليهم الرجوع ده؟ قال له اللي رجعتهم لي بالظهر دول هتحاسبني عليهم؟ فقال له لا. قال له خلاص وديني التحرير وانت راجع بالظهر. فاهم حاجه؟ كانت نكته سخيفه كده بيقولوها زمان، فانا عايز منها دلوقتي. موجود اعمل الحاجات دي الحمد لله يعني. فهتحاسبني؟ لا ما سمعتش اوكي ما وصلتليش يعني. اوكي لا ده كان الجيل القديم. ما اصل 2013 دي كنت لسه بكتشف ايه الدنيا. انا ما قلتش 2013 لما انت بدات ستاند اب كوميدي فاهم. فكنت انت ما شاء الله بدات كاريرك، انا كنت لسه بكتشف ايه التلفزيون يعني فاهم. اوكي انت مواليد كام؟ 2001. اوكي تعرف انها في 2001 لازم تسمعها. خلاص لازم تسمعها والله مش قادر. تعرف انها في 2001 اهلي كانوا بيقنعوني ابطل مخدرات. اي حد يا جماعه اللي بيسمع يشتري مني هيبقى عارف ان الجمله دي اي ضيف او اي حد بستضيفه بنستضيفه في البودكاست يعني اصغر مني بيوم بقولها له لازم. فاتفضل كده. طيب دي الحاجه اللي ما نعملهاش. ماشي. ايه بقى الحاجات اللي نعملها؟ الحاجه اللي نعملها كلها بديهيات. كل الاديان السماويه اقرتها وكل الاعراف والاصول اقرتها، وهي انك تتقي ربنا في شغلك، وانك لسه كنت كاتب بوست امبارح من جد وجد. شوف. هي اول ابسط كلمه انت اتعلمتها في حياتك. فاول ما دخلت الدراسه قالوا لك كتبوا لك على البورد كده من جد وجد. اوكي. حقيقي على قد ما بتتعب على قد ما بتاخد. انا دخلت كذا مشروع واشتغلت في كذا شركه وكذا شغلانه. فعلا على قد ما بتتعب انت ممكن تعمل نفسك بتتعب بالمناسبه وما تبقاش بتتعب فمش هتاخد. فاهم حاجه؟ فاول حاجه تتقي ربنا في شغلك وتتعب وتدي الشغل حقه وتديله 100% من تركيزك. ده رقم واحد. الالتزام في مواعيدك مع الكلاينت، ودي ليك انت ادهم. يعني بالنسبه لنا على الاقل انا عارف انك ملتزم مع الناس بس يعني ملتزم مع الغريب. ملتزم مع الغريب اللي مني مربطه معايا. انت صاحبنا يا بدر. الالتزام في المواعيد وفي الالتزامات نفسها. يا رب متولي ما اشوف حاليا. الالتزام في المواعيد وفي الالتزام نفسه، بمعنى وفي الارتباطات نفسها. يعني انت قلت والله انا الشغل ده باخد عليه 5 قروش. اشتغلت الشغل من غير ما يطلب منك حاجه زياده. اشتغلت الشغل لقيت نفسك لا هتبذل فيه مجهود اكتر. تلتزم بيه وتاخد الفلوس اللي انت قلتها وتحتسبها عند ربنا. علشان انت لو ما احتسبتهاش عند ربنا وزمجرت وبتاع، ما هو مش هتاخد بقى. لا الراجل هيديك فلوس ولا ربنا هيديك ثواب. لا فانت تحسبها عند ربنا. انا بتكلم مش عايز حد الناس تاخد ان انا بقول الكلام ده يعني في الضمانات بقى لاي حد يعملها. لا انت ممكن تاخد مني واللي يناسبك تعمله واللي يعني تفرض انت ملحد مالكش علاقه بان ربنا يوفق وبتاع. لا يعني براحتك عيش. انا بقول لك اللي انا مريت بيه وبناء على تجربتي الخاصه يعني. اللي بيسمعونا كويسين. اوكي ماشي. على راسنا يعني ايا كان. احنا كوميونتي محترم يا استاذ والله. على راسنا والله على راسنا. انا بقول يعني عشان لو حد مش مناسبه كلامي وشايف ان الموضوع عقلاني ومنطقي بحت ماشي يبقى براحته. لكن انا بقول لك هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بقى متحكم في كل حاجه. ومفيش حاجه بتحتسبها عنده وبترميها عليه الا لما بيعوضك اضعافها. مش لازم في الشغل يعني. مش لازم عشان سبت او اتقيت ربنا في الشغل فربنا يعوضك
في الشغل برضه او يعوضك فلوس، لا ممكن يعوضك انه يحفظك اصلا، يحفظك من حاجه. ممكن لا قدر الله تحصل حاجه لحد في عضو عنده يكون هو بيشتغل بيه، يكون سواق مثلا فرجله يحصل لها حاجه، ممكن ربنا يرفع عنك هذا البلاء يعني. بس تلتزم زي ما قلنا عشان ما نروحش بعيد، بس تلتزم في التزاماتك وتلتزم في مواعيدك، وده غير ان ربنا هيجازيك عليه، بالاضافه الى ان ربنا هيجازيك عليه اللي هيشتغل معاك مش هيبقى حابب يشتغل مع حد غيرك. يعني انا افتكر في شغلانه من الشغلانات قلت عرفت الكلاينت اللي كنت شغال معاه، هي مستشفى كبيره جدا جدا في القاهره يعني. قالت لي جات البراند مانجر او الماركتنج مانجر بتاعتهم، قالت لي انا عايزين نعمل كذا 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 كذا. قلت لها طيب ده تكلفته كذا. ما قالتليش يعمل حاجه جديده ولا زياده، ولكن كانوا عندهم تعديلات كتير جدا جدا جدا. وانا شخص على غير يعني، دي اول حاجه هتسمعوها من في حياتكم، انا لا امل من التعديلات. جامد. انا ما بديش من التعديلات خالص. ما بديش من التعديلات خالص. واكتشفت ان ده بيقلل التعديلات، عارف كده يعني. طول ما الكلاينت شايف انك ما بتديش من التعديلات، يعني بعت لك امندز مثلا اول مره، اول راوند دي اول راوند دي لازم يعني، دي اساسيه، دي سنه الحياه. وانت بتقول له حاضر ماشي وبتعملها له بصدر رحب، وانت فعلا هو حاسس ان انت بتعملها بصدر رحب، دي حاجه. والحاجه وانك تعملها وانت متضرر وتبعتها له وانت متضرر، يحس انك متضرر، فمش هو هيحس من جوه انك عاملها مش صح، انك عاملها وانت متضرر، فاكيد فيها غلط. هو بيبقى عنده انطباع انت عاملها وانت متضرر، فاكيد فيها حاجه غلط. لكن لما تقول له تمام انا فهمتك وتتفهمه وتقول له ماشي انا فهمتك وعندك حق وزي ما انت عايز، بس انا من وجهة نظري كذا، فيقول لك لا احنا عايزينها كذا. طيب تمام اللي انت عايزه وهعملها لك وما تقلقش وهعمل لك كويسه. اصلا الدين المعامله يعني، هو الدين اصلا المعامله. انك تتعامل مع الناس وتسيب عندهم انطباع انك، انا عارف ان الكلام ممكن يروح لحته انشا ودروس تعليميه ودعويه، بس والله العظيم هو ده اللي انا جربته وطلع بينفع. لذلك انا لولا بس موضوع الانكزايتي اللي عندي، انا كنت سبت الفول تايم واعتمدت على الفريلانس، لان حاليا الفريلانس هو بالنسبه لي ازيد من الفول تايم بكتير يعني، يفوق الفول تايم. بس انا اتعودت او انا عندي قلق كده شويه من بعض الحاجات، اللي هو انا لازم يكون في ده، طبعا نظرا لان انا شخص مسؤول وعندي بيتي وعندي ولادي وعندي كده. بيبقى عندي حته ان انا لازم في بلقايه جاي لي اخر الشهر. انا مش مشكله انزل لها بقى من 10 الصبح اروح 6 اروح 5، بس انا عارف دي تمن ان في بلقايه ثابته، دي مفيش لا مساسه بيها. لكن انا الفريلانس، انا في ناس معايا فريلانس بقى لها 2 سنين كويس جدا، وناس بارت تايم معاهم بقى لي حبه، وناس ريموتلي معاهم بقى لي حبه. بس انا كل مره باخد منهم فلوس ببقى عارف ان الفلوس الشهر الجاي دي ممكن تبقاش موجوده، فما بعتمدش عليها تماما. تماما هي رفاهيات زياده في حياتي مهما كبرت. بقول لك ان انا ازيد من الفول تايم، بس انا بعتبرها ان هي رفاهيات في حياتي، مش هعتمد عليها كده فعلا. انه فكره انه لو انت عندك مسؤوليات وبتاع، فخلي يعني خلي الفريلانس جزء من شغلك او مصدر تاني، ما تخليوش هو الحاجه الاساسيه بالظبط. حتى لو في يعني زي الكيس بتاعتك ان هو بيجيب لك الدخل اللي مكفيك، بس انت ستيل عندك مسؤوليات، فما بالظبط يعني ما تلعبش بالظبط. بس بالمناسبه عايز اقول حاجه، عشان عايز اقول لك كنت عايز اقولها لك في اول الحلقه بس يعني ما حصلش نصيب. انت من الناس الملهمه جدا بالنسبه لي في موضوع، والله بجد، في موضوع التطور، والله العظيم بجد يعني. انت موضوع التطور وموضوع انك بدأت بدري، ده عجبني جدا جدا جدا. لان انا حد صغير لان انا ما حصليش اللي يخليني ابدا بدري، لان انا كنت من نوع اللي بحب افخد، بحب الشورت كاتس، ما بحبش التعب، ما بحبش مش عارف ايه. لقيت ان لا، ما هفضل واقف في مكاني، ولقيت ان النجاح طعمه حلو، فما اتعب دلوقتي. ولما انا شخص مادي جدا، مش مادي بتاع فلوس، انا مادي بتاع فلوس بس ما اقصدش بيها كده، اقصد مادي بحب تشوف الحاجه، بحب المسها، المس النجاح بايدي يعني.
لسه النهارده انا واسلام كنا بنعدهم. احنا وصلنا 108 دوله. جامد. 108 دوله بتسمع بودكاست اشتري مني. انا لو الاناليتكس دي مش تحت ايدي وبخش اشوفها كل كام يوم ولا هكمل في بودكاست اشتري مني ده. مش هكمل فيه يوم. انا لازم حاجه، انا لازم داشبورد يوريني انا ناجح ازاي. لازم حاجه بعدها المسها بايدي. حلو. لو مفيش ناس بتتفاعل على جروب الفيسبوك احب اوجه لهم تحيه من عندك، مش عارف هيسمعوا كل لا، بس انا هشير الحلقه عندي فاكيد هيسمعوا. لو في ناس لو مفيش الجروب ده انا ما كنتش عرفت طعم النجاح، وما كنتش عرفت ان في رقم بيعرفنا ورقم بيسمعنا وناس كتير جدا. يومهم بيتغير للأسوأ لما ما يسمعوش اشتري مني. يومهم بيتغير للأحسن لما تنزل حلقة ويسمعوها. فانا كنت انت واسلام صديقنا اسلام السعداوي يعني واحد من اصحابنا الجمال. انتوا برضو موضوع البداية بدري ده دي حاجة عظيمة، استثمروها ارجوكم. يعني انت على ما تخلص جامعة يعني انت قدامك 2-3 وهو قدامه 2-3 وهتبقوا ناس تقيلة يعني في المجال. مش عارف اكلمكم يعني. فانا هخلي الفيديو ده معايا عشان اقول ان انا كنت اعرف اسلام واعرف الناس دي. بس دايما بقول لما بلاقي حد صغير سنا كده بقول له بص، يعني اللي هو يعني دايما بقول ان انا لسه ما نجحتش او لسه ما وصلتش للحاجه اللي اقول خلاص بقى انا ناجح، فاهم؟ بس يعني ستيل عندي كام حاجه لذيذه عملتها، فاهم؟ فما بلاقي حد كده فعشان يعني انا خدت التجربه دي، فاهم؟ فبقول له لا ابدا دلوقتي، ما تكنسلش، ما تقعدش تقول لا اصل انا واقف علشان مش لاقي حاجه اعملها، او اصل لا انا مش عارف ابدا في ايه، طب اجرب جرافيك ديزاين ولا اجرب تصوير مثلا. فابدا دوس اي حاجه. انا فشلت في 7-8 حاجات قبل ما ابدا جرافيك ديزاين. يعني كنت فكره ان انت هو ده اللي بتكلم فيه بقى. فكره ان انت فشلت في 7-8 حاجات وانت صغير اصلا. انت اصلا بعد ما فشلت في 7 حاجات انت ستيل صغير، فاهم؟ كنت بعد ما فشلت في 7 حاجات كنت في تانية ثانوي، فاهم؟ كمان. فوالله العظيم برافو عليك. يعني انا في تانية ثانوي دي كان كل همي انا عايز اجيب مجموعه اعلى من ابن طنط فلانه، فاهم؟ انا كنت مزنوق في الحته اللي اهالينا زنقنا فيها وكنت مستسلم ليها جدا. والدتي كانت زنقاني في الحته دي، بس بصراحه والدي كان مديني المساحه بتاعت اللي هو جميله يا اخي انها تبقى جايه من الاب. انطلق ما ده دراسه ايه يا عم بس. باباك شغال ايه؟ كان مهندس كمبيوتر وحاليا MBA مع MBA. ممتاز. انا بحب بقى ما هو بص بقى اللي يطور نفسه كده اكيد هيطلع عياله كده. يعني هو خد MBA مثلا هتلاقيه بعد 40. بابا لا كان من 5-6-7 سنين مثلا في حاجه و30 يعني هو دلوقتي بعد 40. يعني خدها في اواخر الثلاثينات مثلا، نصها مثلا، نص الثلاثينات. هو MBA دي انت لازم تاخده بعد الجامعه مبدئيا، فاهم؟ انه في منتصف الثلاثينات وابنه شحط ويروح ياخد MBA. والله العظيم مش بهزر بجد. ما هو لازم ابنه ما شاء الله 6 ابتدائي تقريبا، لازم ابنه ما شاء الله يطلع كده، فاهم؟ اللي هو اصل الموضوع جيناتيك جدا. والله العظيم موضوع ان انا ابقى شخص ناجح او مش ناجح، عايز انجح، عندي رغبه في النجاح وعندي مش عايز بس يبان الكلام كبير، بس هو فعلا ما هو انت على حسب ما بتتربى. ما هو انت بتسمع اللي بيتقال في البيت، واللي بيتقال في البيت عباره عن ايه؟ انطلق، جرب واعمل. خلاك من وانت صغير تاخد الحته دي اللي هو يعني انت شوف فشلت في 7-8 حاجات واستقريت بقى في اللي انت بتعمله واللي انت هتعرف تطور فيه واللي انت وانت عندك كام سنه. ايوه. وانت في ثالثه ثانوي او في اولى جامعه او ايا كان. اللي هو يا جماعه في لسه ناس ما عرفتش، فاهم حاجه؟ يعني هو لسه ما اكتشفش نفسه. يعني هو لسه ما اكتشفش نفسه هو فين ولا رايح فين ولا جاي منين، فاهم حاجه؟ ما عرفش لسه عايز يتجوز واحدة بيضة ولا سمراء. ما يعرفش لسه ميوله ايه، مش كاريره. فما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، امسك الخشب يعني ما شاء الله. دي حاجة عظيمة. عشان كده يعني على طول بقول دايما خلي يعني اعمل نتوركينج مع الناس وحط نفسك في الزوم بتاعت اللي هو انت متحاط بناس فاهمة.
لانه يعني بشكل عام في الجمل بتاعت لو انت الزون اللي حواليك هي اللي بتشكلك والصاحب ساحب والكلام ده طبعا. بس حتى لما تيجي تقيسها في الشغل هتلاقي ان لا النتوركينج فعلا بيفرق، وانه يبقى الناس اللي حواليك بتقول لك كلام او هي اصلا في حته كويسه فاهم، فهتاخدك معاها حتى لو هو مش عايز يساعدك اللي هو ياخد ايدك ويشدك، بس وانس ان انت قعدت معاه سمعت منه كام حاجه قالها، سمعت منه نصيحه في شغله، تريكايه فرقت معاه وهو صغير، اي حاجه زي كده هتسبورت معاك وهتزقك. فاعتقد ان دي برضو من الحاجات يعني اللي ممكن تخلي الانسان اللي هو ينجح او ان هو يوصل لحته كويسه، ان هو الناس اللي حواليه اصلا تبقى مساعده في ده، الناس اللي حواليه تبقى نجحت فهو يعني بياخد من الاكسبيرينس بتاعتهم، فاهم قصدي؟ فتتفق معايا. ده كلام عظيم. انا شايف دايما ان الناس بالناس على كل المستويات، يعني الناس بالناس، الناس اللي حواليك هي اللي هتشكلك، البيئه اللي حواليك شطارتك انك تاخد منها اللي يناسبك وتاخد منها اللي ما يأذيش مبادئك وما تنجرفش علشان تبقى تبقى زيهم. فاهم. انا شغال في مجال الفن فلازم اشرب. الناس كلها حواليا بتشرب. مش لازم انت بتحبش اصلا. واول مره هترجع وتاني مره هترجع تالت مره هتتبسط، هتفضل تشرب مكانه اصلا من الاول بلاش. فاهم؟ تاخد اللي يناسبك. فالناس بالناس على كل الاصعده. اللي جنبك هيعليك واللي جنبك هيوطيك، اللي جنبك هيشكل شخصيتك اصلا. بس انك تبقى محاط بناس عاليه هيعلي منك طبعا، هيعلي من اسلوبك، من طريقه شغلك. يعني انا اللي حمسني على موضوع ان اطلب فلوس ده واحد صاحبي، زي ما قلت لك، هو قال لي، هو اللي كشف لي اصلا حته اللي هو ما تدور لك على شغل. لا ما انا شغال. دور على شغل زياده. قلت له ايوه ما انا شغال زياده ما عنديش وقت. فقال لي لا، الخلل هنا انك لازم تطلب فلوسك علشان انت دلوقتي معكش فلوس. صح؟ معكش فلوس تروح. قلت له قال لي طيب حد من الكلاينتس بقى هيجي دلوقتي يكلمك يقول لك خليك مكانك انا جاي اوصلك. قلت له لا. قال لي طيب جامد. قال لي معكش فلوس تحط بنزين، هتروح تلاقي عامل البنزين يقول لك يا فندم طيب انت بعت البريف انت استلمت البريف بدري وخلصت البلان بدري وخلصت الكالندر بدري، خلاص انا هبعت لك انا هفول لك العربيه ببلاش النهارده. قال لي مفيش الكلام ده. هتفضل تتكسف، هتفضل فقير. دي قاعده كده خدها. هتفضل تتكسف، هتفضل مفلس. بس حلو. ساعات بقول كده اللي هو يعني بقولها لنفسي بصراحه، ما صرحتش بحاجه زي كده قبل كده، بس على طول بقعد اقول لنفسي اشتغل عشان تبقى في حته احسن من اللي انت فيها دلوقتي، حتى لو انت مبسوط بدلوقتي. بالظبط. يعني انت اصلا لازم تكون مبسوط بدلوقتي. انت لو مش مبسوط بدلوقتي هتفضل ناقم لحياتك، ولا ده انا متضايق ومش عارف ايه وبتاع. فارضى باللي انت فيه، بس اشتغل علشان الشغل هو اللي هيخليك توصل لحته احسن. بالظبط. فاشتغل عشان تطلع من الشقه اللي انت فيها تروح لفيلا. انا واقف لحد هنا. ممتاز. ممتاز. فانا شايف ان دي حقيقه. عظيم جدا. طيب ازاي بقى بتتعامل مع الكلاينت؟ طريقه زي ما انت بتقول ان الكلاينتس ما شاء الله بيقعدوا معاك بالسنه والاتنين وبيبقوا حابين الشغل معاك وهكذا، فازاي بتقعد مع الكلاينت او ازاي بتتعامل معاه بطريقه تخليه ان هو عادي ما عندوش مشكله ان هو يكمل معاك سنه ولا اتنين ولا وات ايفر؟ يعني في ناس اعرفهم او حتى ساعات بتحصل معايا ان كلاينت يجي انا عايز شغلانه واحده فاهم ويخلصها وخلاص يمشي، حتى لو عنده شغل تاني شخص كان جاي لي عشان دي بس فاهم. يعني مره كلاينت بعت لي كان يوم جمعه اصلا وانا كنت قاعد كده، فلقيته بعت لي انا جبت رقمك من بيانس وبتاع، فعندنا ديزاين واحد عايزين نعمله عشان الديزاينر مش عارف في السخنه. خدت فلوس على الديزاين ده؟ ما خدت فلوس. عارف لو انا بيقول لي عارف لو انا كنت خلاص والله مش عايز حاجه. لو قال لي مثلا اعمل لي كوبي واحده، لا دي انا مني كده. خلاص ما دام واحده خلاص والله العظيم. بصراحه كنت لسه قبلها كان في حوار كده في فلوس، بس دلوقتي بقيتش اعمل كده عشان ما حدش يكلمني يقول لي معلش انا عايز كالندر واحده بس، كالندر بس 15 بوست بس، مفيش الكلام ده بقيتش اعمله، ده خلاص بطلناها يعني. فبعت لي بيقول لي انا يعني كان باعت لي الساعه 1 وبيقول لي انا عايزه الساعه 4، فكنت ساعتها لسه متغفل في حوار، فخدت بقى منه فلوس الديزاين، فلوس ان في ديدلاين قليل جدا، فلوس ان في تعديلات هتتعمل فاهم. والله العظيم برافو المره اللي ربنا نصرني والله العظيم برافو عليك. برافو عليك. ما بيبقاش استغلال، بس هو ده انا شغلي مقدره كده.
هقول لك على حاجه. كنت لسه في الميت اب بتاع ديزاينرز ده. مم. فكان بدر نور قال حاجه. بدر دي يا بنت بدر نور. انا بدر نور انا ولا احنا على فكره انا واسلام متوهينهم هناك، كل شويه يقول لي بدر مش عارف ايه. احنا انتوا الاثنين ضاربين الدنيا. اوكي. المهم فكان بدر دياب بيقول ان هم بيجي يسعر شغله، يعني طريقه او الحاجه اللي هو بيعملها ان هو دايما بيحط البادجت بتاعه هو ده بقى الشغل بالمجهود بالافورتس بالحاجات دي كلها، وبيحط فلوس تانية على الوقت، وبيحط فلوس تالتة على التعديلات اللي ممكن تتعمل. علشان ما يجيش للكلاينت مثلا الكلاينت قال له مثلا انت ليك تعديلين ككلاينت، فلو هو جه قال لي 5 فانا هحتاج حساب 3 تعديلات. تمام. فلا انا من الاول اخد حساب ال5 تعديلات دول او وات ايفر التعديلات، واقول له عدل يا باشا براحتك انت معاك انليميتد اديتس. فساعتها الكلاينت اصلا هيحس ان هو ان انا حد سبيشال، انا حد مديله تعديلات مفتوحه يعني. بالظبط. وهو القرش الزياده اللي هتحط على الفلوس دي هو مش لدرجه انه يعسفه، بس هيديني اوبشن ان انا بالظبط زي السيرفيس باكج بالظبط. زي الباكجز بتاعت البرامج كده اللي هو هتدفع دي الباكج دي فيها مميزات اكتر وبتاع. برافو. يعني دي حاجه اتعلمتها منك دلوقتي. ممتاز. الموضوع لذيذ وبيخلي يعني من الحاجات اللي انا عرفتها خلت الكلاينت التعامل بيني وبينه لذيذ. وقعدنا يعني هو كان محتاج الساعه 4، احنا قعدنا اساسا هو بيعدي لحد الساعه 8 بالليل ونزل بوست يوم السبت وبتاع. ممتاز. فساعتها شكرت نفسي ان انا يعني خلاص انا كنت عامل حسابي من الاول يعني فده يعني دي من الحاجات اللي فرقت معايا انا مؤخرا في التعامل مع الكلاينت. اللي فرق معاك انت ما قلتش حاجه. طيب خلينا متفقين ان انا الكلاينتس اللي هي بقى لها عندي فتره كبيره ما كانوش جايين على فتره كبيره. يعني كانوا جايين، واحد منهم يعني كان حد عايز يهاير حد وبتاع ولسه بيظبط، وهو شايف ان انا يعني مش اوفر كواليفايد بس انا فلوسي زياده عليه شويه، فقال لي تعالى هشتغل معاك لغايه بس حاجات كده فريلانس يعني لحد ما اهاير حد. فهاير حد وانا الشغل اللي انا كنت عامله خلص، نزل وخلص. فلقيت حاجه من اللي نازله فيها مشكله، فما رضيتش اكلمه واقول له ان هنا في ازمه في مشكله، علشان يعني عيب مش انا اللي عامله وعشان ما اخبطش في حد يعني. لقيته بيكلمني بعدها باسبوع وبيقول لي انا عايزك تبص بصه كده معلش عشان انا الشغل مش عاجبني وبتاع. وهي غلطه مش لدرجه ان الشغل مش عاجبني، هي غلطه كده في الحسوكه يعني. انا قلت له انا شايف ان في مشكله بس ما رضيتش اقول والله. بس قال لي لا كنت قلت لي وبتاع. طب شايف غلطه ايه؟ قلت له شايف كذا 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 ولو انت ما كنتش سالتني انا ما كنتش هقول طبعا. انا ملاحظ ده من اول ما البتاع بدات تنزل. فقال لي خلاص بص معلش ايه يجي لك الشغل بس تريفيو وتعدل عليه. قلت له طب خلاص هريفيو هريفايز يعني الشغل بعده، ولو ما فيش حاجه تتعدل انا مش هاخد فلوس، بس لو في حاجه تتعدل انا هاخد فلوس. قال لي طيب تمام ماشي. وكان في حاجات بتتعدل وحاجات خلاص ما تحتاجش شويه. وقال لي خلاص الشغل عنده كبر ما شاء الله، وجاب حد تاني ما جابنيش انا. جاب حد تاني عرض عليا ان هو يمشي الاثنين ويجيب لي انا اشتغل لوحدي. قلت له لا. فقال لي خلاص زي ما انت تريفيو. بعد كده ادى الاثنين الشباب التانيين الشغل الاقل وادانا انا الشغل الاكتر وشغال معاه لغايه دلوقتي. بس كويس جدا. التاني كان جاي قال لي انا بطبق فكره الفيرتشوال اوفيس وعايز الناس تشتغل ريموتلي وبارت تايم وقصدي وفريلانس يعني وكده. فلو ينفع ده معاك؟ قلت له ماشي انا ما عنديش مشاكل، ماشي يلا بينا. بقى لي معاه سنه وشهرين. حلو جدا ان شاء الله. يعني نقدر نقول اللي هو التعامل الكويس. هو التعامل الكويس يعني اصل في ناس يعني انا في دماغي التعامل الكويس ليه مبادئ فاهم، بس في ناس ما بتبقاش عارفه ده يعني اعمل ايه فاهم. فمحتاجين زي بوينتس كده او حاجات. اولا زي ما قلت لهم لك، انا قلتهم لك من شويه، الالتزام انك تكون شخص ملتزم. وفي حاجه احنا نسينا نقولها، انك اصلا تكون بتعرف تشتغل. يعني انت مش هتبقى ملتزم جدا وشخص بيرفكت في التعامل واصلا وحش، ديزايناتك وحشه فاهم حاجه، وتقول لي ما هي ما اشتغلتش. ما انت لازم تشتغل كده بس يعني عارف انت هتبقى عامله الشو بتاع اللي هو انا حد جامد قوي، انت هتشتغل معايا هتاخد شغل جامد جدا. مش الكلاينت راضي بس ما ربنا يبارك له في رزقه بقى خلاص بالزبط. يعني هو الكلاينت راضي بس خلي بالك هو ده هيقف عند حته معينه.
يعني هو ده مهما عمل هيقف عند في حتة معينة مش هينفع تنفذ منها بقى، مش هينفع تعدي منها. عشان دي بتتطلب فعلا حد يكون شاطر في الشغل، مش شاطر في التعامل ومش شاطر في الشو في الكلام. يعني انك تبقى فكهاني بق هيوصلك لحتة مش هينفع تعدي بعد كده بقى، مجموعك مش هيجيب من الاخر يعني. بس كويس جدا. تمام. طيب بالنسبه بقى مش يعني هو يعتبر فريلانس برضو، بس يعني مش الشغل بقى اللي انت شغال لوحدك والشغل في الشركات، فشايف ايه اللي لازم يبقى عندي قبل ما اروح اشتغل في شركه غير بقى حته الالتزام والكلام ده؟ في شركه يعني اللي هو خصوصا الشركات الكبيره يعني فاهم، مش قصدي على الشركات اللوكال وكده. لو شركه كبيره بقى مثلا انت ما شاء الله شغال مع سينرجي فاهم، فالشركات بقى اللي زي كده وات ايفر الكارير بتاعي ايه، فانا عايز اروح اشتغل في شركه زي دي، او انا اوريدي مثلا في انترفيو او في حاجه زي كده، فايه اللي يخليني كواليفايد ان انا اشتغل في حته زي كده، او ايه السكيلز مثلا؟ طيب اولا هي عشان لا اخفي كسرا يعني هي نتوركينج بحته. اوكي. يعني هي فعلا هي نتوركينج، يعني هم ما فيش حد بيروح يقول لهم يبعت لهم ميل يقول لهم انا عايز اشتغل الا دي تبقى طفرات بقى. يبقى هو عيل طفره. وانا مش شايف نفسي طفره، ولكن لما دخلت جوه بالنتوركينج اثبتت ان انا كويس، اثبتت ان انا شغلي كويس، ولذلك ان هم ما مشونيش يعني لسه موجود. ما هو ماشي، في ناس بالنتوركينج هتوصل، بس لو شغلها حلو كده مش توصل فاهم. فماشي حته الشغل الكويس، بس اكيد عارف انت بيبقى في حته سكيلز كده اللي هو يعني فاهم. يعني الشغل اللي جالي في الشركه في UK اللي انا اشتغلت معاها كانت برضو عن طريق نتوركينج. كان حد يعرف الاتش ار اللي في الشركه، وكانوا محتاجين يهايروا حد، فهو كلمني وبتاع فاهم، فاشتغلت معاهم. بس ستيل عشان كان انا شغلي كويس وعشان عندي انجليش كويس. لا تمام. عشان انا شغلي كويس وعندي الانجليش كويس وعرفت اتعامل معاهم، ودخلنا انترفيو. طب تمام، طب مش عارف ايه، طب هنعمل تاسك از تيست يعني. فطبعا شركه في UK وبتاع، فماشي تمام نتخلى عن شويه ما بدأنا وعملت التيست فاتقبلت فاهم. ف يعني هي بتمشي معايا بصراحه. يعني ايه، انا بمشي فاهم، بدخل الموضوع واكمل فيه. بس لو حد جه يسالني ايه الحاجه اللي اعملها عشان اشتغل مع شركه كبيره، فانا مش عارف ايه وانا برضو يعني انا برضو ما عنديش اللي اقوله لحد اعمل 1 2 3 تشتغل في شركه كبيره، ولكن هو السعي. شوف حد يقول لي لا مش للدرجه دي، مش لازم نشوف حد يقول لنا، بس هو اقصد السعي وانك شغلك يبقى كويس. وصدقني لو انت تستاهلها ربنا هيكتبها لك وهتجيلك. انت على فكره هو في ناس كتير جدا مش شغاله مثلا في FB7 وهي تستاهل تشتغل في FB7 وفي اكبر من الناس اللي شغالين جوه، ولكن هو مالوش نصيب فيها. ايوه فاهم حاجه؟ ممكن ناس تكون عايزه تشتغل في ومؤهلاتها تجيبها انها تشتغل في مكان كبير، بس يعني هو ملوش نصيب فيها فخلاص مش هيشتغل. فممكن اخليك تتعب وتشقى واقول لك على البوينتس اللي تخليك تشتغل يا معلم، وبورتفوليو قوي ولازم تقول كذا في البورتفوليو، ولازم تتعرف على ناس وتقعد تبذل مجهود وتتعرف على ناس وتسخر وقتك في النتوركينج وتبطل تشتغل وما تجيش برضه. فهي ملهاش. وانت ما تحاولش تسأل أسئلة من النوع ده توحي للناس ان فيها، هي ما فيهاش. اعمل اللي عليك وصدقني شركات كبيره مش امله. اصلا انا ببقى حاسس ان يعني ببقى حاسس انها كيس نادره فاهم. انا بخش في الحاجه كده بوشي اللي هو يعني هو بودكاست. انا في وقت بدايه البودكاست ده بالمناسبه كان في شهر 11، كان زي دلوقتي احنا بقالنا تقريبا سنه اهو. فما جيت ابدا انا كنت في سحله بنت لذينه وقتها، وما كانش عندي وقت اتنفس، وكنت اول تيست عملته كنت انا في الشارع وانا هعمل تيست دلوقتي فاهم. ودخلت بوشي ويلا بودكاست هسميه ايه، ديزاين كاست، وانا قاعد فاهم، وقمت عامل ديزاينات وانا قاعد واسمه حلو والله، وقمت عامل ديزاينات وانا قاعد وشايف ايه فاهم. فانا بحس ان انا بخش في حاجه في وشي، ويعني ربنا بيرزق فاهم بتمشي. فما بيجي بقى حد مثلا يسالني طب انت ازاي مش عارف اعمل، ما اعرفش يعني. فحاسس ان في حاجه غايبه عني يعني فاهم. انا بس زي ما انت بتقول كده حرفيا انا بسعى وبستمر في اللي انا بعمله، وفكره جات لي طب حلوه، طب واي نوت ان احنا ننفذها، يلا نروح. يعني مقتنع جدا بكلمه واي نوت فاهم. اي حاجه هتقولها لي
واي نوت يلا نجرب يعني فاهم شغل بالظبط. جديد واي نوت ما يلا فاهم بودكاست فكره جات لي واي نوت يلا وانت فاهم؟ بتدفع بالمناسبه ثمن ده يعني اللي انت فيه دلوقتي انت دافع ثمنه ثمن ان انا لما بكلمك مثلا على شغل البودكاست بتاعنا او على شغل تاني حاجه تانية والاقيك بتقول لي معلش انا في الجامعه ولسه مخلص ومخلص والساعه جت 8 دلوقتي ولسه ما روحتش ومش عارف ايه والمرمطه والسحله اللي انت فيها دي وعدم التركيز وعدم النوم والشحططه واحد غيرك بيدرس في بلد تبعد عن بيته مئات الكيلومترات 700 كيلومتر تقريبا 800 كيلومتر 700 كيلومتر يعني دي دول بره في دول بره مساحتها 700 كيلومتر فاهم حاجات دي حاجات كبيره يعني مسافه كبيره جدا سفر وتاخد في القطر 12 13 ساعه و 14 15 ساعه وحاجات كده كفايه علي بجد والله العظيم انت ده هو ده اللي بيخليك تنجح هو ده اللي بيخليك مثلا انك تتصنف عند ناس انك من احسن الناس اللي اتعاملوا معاهم يعني خلينا يعني اوكي خلينا نعممها بفكره اللي هو ان انت تفضل تحفرك كده وتسعى وتستمر هو من جد وجد وبرزق الله سعد جميل انت هتتعب هتلاقي لكن السهله والمضمونه والعب البتاع شكرا هتفضل برضو رزقك يبقى على قد السهله والمضمونه هتفضل بلاش رزقك عشان ده بايد ربنا وربنا يعطي من يشاء يعني ولكن هتفضل مكانتك السهله والمضمونه زيك زي اي حد ايوه بس يعني بمناسبه الرزق مش يعني انا ما بحبش افتي في اي حاجه ما اعرفهاش او اللي هو مش اهل ان انا اتكلم فيها يعني ولكن بمناسبه حته السعي فكره ان هو انت الرزق قصدي فكره ان انت لو رزقك قدامك وما مدتش ايدك تاخده مش هيجيلك مش تاخده ويعني كنت قريت في مره ان الرزق نوعين اصلا في رزق اللي هو اللي كده هيجيلك من وانت عيل صغير بالزبط. لحد ما تموت هو كده بيجيلك عشان ورزق السعي عظيم جدا طيب في الاخر بحب اسيب وقت للضيف اللي معايا لو حابب ان هو يقول حاجه نصيحه دعوه يعني يسيب فلوس يعني عارفكم بتاع عمتي بتعمل قلب مفتوح وانا مش من هنا عارفكم ايوه طيب انا بصراحه ما عنديش ما يكفي ان انا ادي نصيحه لحد ولكن زي ما بقول لك هي بقول الحاجات نتيجه خبراتي ونتيجه خبراتي القليله ونتيجه الحاجات اللي انا مريت بيها وهي ان just work يا معلم اشتغل جامد اشتغل بس ونكبر يعني نكبر والحاجات بتاعت اللي هو انا بعمل كذا في الشغل وبعمل كذا في زميلي وزميلي بيعمل كده ما هو الطاقة دي لو وفرناها للشغل صدقني زميلك ده هيشتغل عندك سواق زميلك اللي انت راسك براسه وعملت نقر فيه ده لو طاقة الفرق اللي انتوا بتفرقوها دي وفرتوها انتوا الاتنين هتبقوا في حتة جامدة جدا وممكن تبقوا حاجة كبيرة لكن انا هتناصح وهعمل وهسيب دي عشان يعملها هو وهشغل دماغي ومش عارف ايه ماشي هتفضلوا انتوا مركزين في ده والشغل مش هيتعمل وانتوا الاتنين هتبقوا في الارض اشتغل اي وقت عندك فاضي اشتغل فيه وتعلم حاجة جديدة في شغلك مش بنظر والله ومش بدي نصايح ولكن انا عملت كده وظبطت معايا بتاعت وليد خد بالك يعني مش عايزين مش بنظر فعلا زي وليد بس فعلا اعمل يا معلم اشتغل بس هو ده اللي هينفعك زي فكرة الدنيا كده عملك اللي في الدنيا والثواب اللي بتعمله والحسنات اللي بتعملها هي ولله المثل الاعلى طبعا هي اللي هتخليك احسن في شغلك بس حلو جدا بدر شكرا جدا جدا ربنا يخليك شكرا ليك انت ادهم وشكرا للناس لجمهورك والناس اللي بتسمعك ربنا يخليك ورب اكون كنت ضيف خفيف انا عارف ان انا رغاي قالوا لي كده وانا صغير وقالوا لي كده وانا كبير انا رغاي الحلقات اللي بيبقى فيها اللي هو احنا مش عارفين احنا بنتكلم في ايه بس في كلام مفيد اللي هو اسمع وهتطلع بمعلومه يعني يعني ارجو لو في اي حاجه قلتها ما نسبتش حد او ضايق حد ما يتضايقش مني
ومبسوط ان انا كنت موجود معاك النهارده ادهم، والله مبسوط ربنا بيك. يخليك، والله انا مبسوط اكتر. شكرا ربنا جدا. يخليك حبيبي. وشكرا لكل اللي بيسمعونا، ولو انت لسه بتسمعنا لحد دلوقتي فاحنا حابين نشكرك جدا. لو عندك اي سؤال سواء ليا او لبدر تقدر تسيبه لنا في الكومنت، سواء على يوتيوب او فيسبوك او whatever البلاتفورم اللي انت بتسمعنا عليها دلوقتي. تنساش تعمل لنا فولو طبعا على فيسبوك، وسبسكرايب على اليوتيوب تشانل بتاعتنا. شكرا جدا، ده كان وقتنا، سلام.